صلاح عبد الصبور من ويكيبيديا الموسوعة. محمد صلاح الدين عبد الصبور يوسف الحكواتي ولد في 3 مايو سنة 1931 بمدينة الزقازيق. يعد صلاح عبد الصبور أحد أهم رواد حركة الشعر العربي الحر ومن رموز الحداثة العربية المتأثرة بالفكر الغربي، كما يعد واحدا من الشعراء العرب القلائل الذين أضافوا مساهمة بارزة في التأليف المسرحي وفي التنظير للشعر الحر. السنوات الأولى بعد التخرج التحق بكلية الآداب جامعة القاهرة قسم اللغة العربية في العام 1947، وفيها تتلمذ على يد الشيخ أمين الخولي الذي ضمه إلى جماعة الأمناء التي كونها، ثم إلى الجمعية الأدبية التي ورثت مهام الجماعة الأولى. وكان للجماعتين تأثيرا كبيرا على حركة الإبداع الأدبي والنقدي في مصر. وعلى مقهى الطلبة في الزقازيق تعرف على أصدقاء الشاب مرسي جميل عزيز وعبد الحليم حافظ، وطلب عبد الحليم حافظ من صلاح أغنية يتقدم بها بالإذاعة وسيلحنها له كمال الطويل، فكانت قصيدة لقاء. تخرج صلاح عبد الصبور في العام 1951 وعين بعد تخرجه مدرسا في المعاهد الثانوية، ولكنه كان يقوم بعمله على مضض حيث استغرقته هواياته الأدبية. صلاح عبد الصبور والشعر الحر. ودع صلاح عبد الصبور بعدها الشعر التقليدي ليبدأ السير في طريق جديد تماما تحمل فيه القصيدة بصمته الخاصة. زرع الألغام في غابة الشعر التقليدي الذي كان قد وقع في أسر التكرار والصنعة، فعل ذلك للبناء وليس للهدم، فأصبح فارسا في مضمار الشعر الحديث. وبدأ بنشر أشعاره في الصحف، واستفاضت شهرته بعد نشره قصيدته شنق زهران، وخاصة بعد صدور ديوانه الأول الناس في بلادي، إذ كرسه بين رواد الشعر الحر مع نازك الملائكة وبدر شاكر السياب. وسرعان ما وظف صلاح عبد الصبور هذا النمط الشعري الجديد في المسرح، فأعاد الروح وبقوة في المسرح الشعري الذي خبى وهجه في العالم العربي منذ وفاة أحمد شوقي سنة 1932. وتميز مشروعه المسرحي بنبرة سياسية ناقدة، لكنها لم تسقط في الانحيازات والانتماءات الحزبية. كما كان لعبد الصبور إسهامات في التنظير للشعر، خاصة في عمله النثري حياتي في الشعر، وكانت أهم السمات في أثره الأدبي استلهامه للتراث العربي وتأثره البارز بالأدب الإنجليزي. المصادر التي نهل منها. تنوعت المصادر التي تأثر بها إبداع صلاح عبد الصبور، من شعر الصعاليك إلى شعر الحكمة العربي، مرورا بسير وأفكار بعض أعلام الصوفيين العرب مثل الحلاج وبشر الحافي، اللذين استخدمهما كأقنعة لأفكاره وتصوراته في بعض القصائد والمسرحيات. كما استفاد الشاعر من منجزات الشعر الرمزي الفرنسي والألماني عند بودلير وريلكا، والشعر الفلسفي الإنجليزي عند جون دون ويبتس وكيتس ووت وإس إليوت بصفة خاصة. ولم يضع عبد الصبور فرصة إقامته بالهند مستشارا ثقافيا لسفارة بلاده، بل أفاد خلالها من كنوز الفلسفات الهندية ومن ثقافات الهند المتعددة، وكذلك كتابات كافكا السوداوية. وقد صاغ الشاعر باقتدار سبكة شعرية نادرة من صهره لموهبته ورؤيته وخبراته الذاتية مع ثقافته المكتسبة من الرصيد الإبداعي العربي ومن التراث الإنساني عامة. وبهذه الصياغة اكتمل نضجه وتصوره للبناء الشعري. مؤلفاته الشعرية. الناس في بلادي سنة 1957 هو أول مجموعات عبد الصبور الشعرية، كما كان أيضا أول ديوان للشعر الحديث أو الشعر الحر أو شعر التفعيلة يهز الحياة الأدبية المصرية في ذلك الوقت، واستلفتت أنظار القراء والنقاد فيه فرادة الصور واستخدام المفردات اليومية الشائعة وثنائية السخرية والمأساة، وامتزاج الحس السياسي والفلسفي بموقف اجتماعي انتقادي واضح. ديوان أقول لكم سنة 1961. تأملات في زمن جريح سنة 1970. أحلام الفارس القديم سنة 1964. شجر الليل سنة 1973. الإبحار في الذاكرة سنة 1977. مؤلفاته المسرحية. كتب عبد الصبور 5 مسرحيات شعرية، وهي الأميرة تنتظر سنة 1969، مأساة الحلاج سنة 1964، بعد أن يموت الملك سنة 1975، مسافر ليل سنة 1968، وأخيرا ليلى والمجنون سنة 1971، وقد عرضت في مسرح الطليعة بالقاهرة في العام ذاته. مؤلفاته النثرية، وهي على مشارف 50، وتبقى الكلمة، حياتي في الشعر، أصوات العصر، ماذا يبقى منهم للتاريخ، رحلة الضمير المصري،
حتى نقهر الموت، قراءة جديدة لشعرنا القديم، وأخيرا رحلة على ورق. وفاته في 13 من أغسطس من العام 1981 رحل الشاعر صلاح عبد الصبور إثر تعرضه إلى نوبة قلبية حادة أودت بحياته. ميراث الشاعر صلاح عبد الصبور الفني: ترك عبد الصبور آثارا شعرية ومسرحية أثرت في أجيال متعددة من الشعراء في مصر والبلدان العربية، خاصة ما يسمى بجيل السبعينيات وجيل الثمانينيات في مصر. وقد حازت أعماله الشعرية والمسرحية قدرا كبيرا من اهتمام الباحثين والدارسين، ولم تخلو أي دراسة نقدية تتناول الشعر الحر من الإشارة إلى أشعاره ودواوينه. وقد حمل شعره سمات الحزن والسأم والألم وقراءة الذكرى واستلهام الموروث الصوفي، واستخدام بعض الشخصيات التاريخية في إنتاج القصيدة. ومن أبرز أعماله في ذلك الوقت مذكرات بشر الحافي ومأساة الحلاج وليلى والمجنون. كما اتسم شعره من جانب آخر باستلهام الحدث الواقعي، كما في ديوانه الناس في بلادي. ومن أبرز الدراسات التي كتبت عن أعماله ما كتبه الناقد الدكتور عز الدين إسماعيل في كتابه الشعر العربي المعاصر، قضاياه وظواهره الفنية والمعنوية، والجحيم الأرضي للناقد الدكتور محمد بدوي. ومن أبرز من درسوا مسرحياته الشعرية الناقد الدكتور وليد منير في المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور. تقلد عبد الصبور عددا من المناصب، وعمل بالتدريس وبالصحافة وبوزارة الثقافة، وكان آخر منصب تقلده هو رئاسة الهيئة المصرية العامة للكتاب. وساهم في تأسيس مجلة فصول للنقد الأدبي، فضلا عن تأثيره في كل التيارات الشعرية العربية الحدثية. جوائز: جائزة الدولة التشجيعية عن مسرحيته الشعرية مأساة الحلاج سنة 1966. حصل بعد وفاته على جائزة الدولة التقديرية عام 1982 والدكتوراه الفخرية في الآداب من جامعة المنيا في نفس العام. كتب ودراسات عنه: قيم فنية وجمالية في شعر صلاح عبد الصبور لمديحة عامر سنة 1984. الجحيم الأرضي دراسة في شعر صلاح عبد الصبور لمحمد بدوي عام 1986. الرواية الإبداعية في شعر صلاح عبد الصبور لمحمد فارس عام 1986. شعر صلاح عبد الصبور الغنائي للدكتور أحمد عبد الحي عام 1988. المسرح الشعري عند صلاح عبد الصبور للدكتورة نعيمة مراد سنة 1990. مسرح صلاح عبد الصبور من جزئين للدكتور أحمد مجاهد سنة 2001.